أصدقاء قناة حلو مالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من القناة. الفيديو اليوم رح بيكون طريقة عمل الملوخية. طبعا أغلب الناس بيعرفوها، إلها كتير طرق بكتير مكونات. في ناس ممكن تعملها بلحم غنم، في ناس ممكن تعملها بالدجاج بلحم، يعني بلحم الفروج. اليوم أنا عملتها على طريقتي، على طريقة أهل بلدي، على الطريقة السورية، وقدمت جنبها رز مع الشعرية اللي هي شعرية لسان العصفور. بتمنى الوصفة اليوم تعجبكم، وأكيد لا تنسوا القناة من لايك واشتراك. بداية أنا هون في عندي كمية من الملوخية اليابسة، أنا غسلتها ونشفتها مزبوط. في عندي كمان الدجاج، اليوم بدي ساويها بدجاج لأنه ولادي ما كتير بيحبوها بلحمة. طبعا الدجاج مقلي، فخاد دجاج مقليين مسلوقين. وفي عندي كمان كزبرة ناشفة، ثوم، ملح، ودبس الفليفلة. هلا رح ورجيكم هدول كيف رح نستعملهم. وفي عندي الليمون الحامض، مكوناتها كتير قليلة بس طعمتها روعة. يعني أنا بالنسبة لي هي الطبخة الملوكية، طبخة توب عندي بالمطبخ. بتمنى انكم تجربوا هاي الوصفة، وأكيد برجع بقولكم دعموني بلايك واشتراك. أنا عملت شوية تجهيزات مسبقة، يعني سلقت الفروج، غسلت الملوخية لحتى ما يكون الفيديو طويل عليكم. بداية رح أضيف معلقة سمنة، معلقة كبيرة بالطنجرة. طبعا هاي الوصفة أبدا ما بيلبق معها زيت النباتي، يعني لا تجربوا تحطوا زيت نباتي، الأفضل إنه نستعمل السمنة. أنا هلأ هون رح أضيف أنا يعني نص كمية الثوم اللي ورجيتكم إياها ببداية الفيديو. الثوم أنا عندي راس كبير، فأنا ضفت نص الكمية. نص الكمية من الكزبرة اللي هي عبارة عن معلقة كبيرة. طبعا أنا هون ما محددة المقادير لسبب إنه بتختلف الكميات، فأنا دائما بطبخ لعائلة صغيرة بكميات قليلة. بدي أقلي الثوم والكزبرة مع بعض، وأكيد تخيلوا معي الريحة الطيبة من السمنة والثوم والكزبرة. طبعا الملوخية أنا منقايتها مزبوط، هي يابسة وغاسلتها ومنشفتها كتير منيح. هلأ بدي أضيف الملوخية على الثوم والكزبرة وبدي أقليهم. طريقة طبخ الملوخية ممكن كتير ستات يختلفوا على طريقة طبخها. طبعا كل بلد إله طريقته بطبخ الملوخية، كل بلد إله مكوناته. أنا هون بضل بقلب الملوخية لحتى تنشف ميتها واسمع صوت التقزقز. يعني أهم شي أنا وعم قلي الملوخية إني أضيف مع نص معلقة يعني كبيرة ملح، يعني معلقة صغيرة. الملح بهي المرحلة هو اللي بيمنع الملوخية إنها تمط. يعني كتير ناس بيعانوا من موضوع إن الملوخية عم بتمط معهم بالطبخ، فمعلقة الملح لما بنقلي الملوخية هي اللي بتقضي على هذا الموضوع تماما. أنا محتفظة بمي اللي طلعت عندي من الدجاج، راح أضيف كمية من المي مثل ما انكم شايفين، ماني مكترة أبدا أبدا. وراح أترك الملوخية على نار وسط لحتى تغلى مزبوط وتستوي. هلأ هون أنا بعد ساعة، يعني تركتها تغلى ساعة، كل شوي كنت عم ضيف عليها المي. هلأ في ناس ممكن يحبوها تكون ناشفة تماما، في ناس بيحبوا فيها شوية مرقة. أنا هون ضفت الليمون الحامض. وإذا بدكن السر للملوخية لحتى ما تمط لا كتير تحركوها، يعني من بعد ما نحط الملح ونحط المرقة لا تحركوها أبدا، يعني حاولوا قد ما فينكم إني ما تحركوها. آخر مرحلة أنا هون رح ساويها، من بعد ما ضفت الليمون الحامض رح ضيف الدجاج واتركه بس يعني يا دوب غلية، بس إنه يغلى غلية مع الملوخية وخلاص. هون بتكون البيت تعبت ريحته ملوخية، الحارة تعبت ريحتها ملوخية، كل الناس عرفت إنه نحن اليوم طابخين ملوخية. أكيد ريحتها روعة. هلأ هون الكمية اللي ضلت عندي من الثوم والكزبرة راح ضيف عليهم معلقتين من السمنة مع معلقة ونص من رب الفليفلة أو دبس الفليفلة. طبعا في ناس ما بيرجعوا بيقلوها مرة تانية، بس أنا بحس موضوع لما بنرجع بنقليها مرة تانية بيعطيها نكهة كتير طيبة. ومثل ما ذكرت يعني الملوكية كتير إلها طرق بالطبخ، فأنا بالنسبة لي هي طريقتي المفضلة. هون أنا قليت إذا بدنا نقول التقلية كلها، الثوم الكزبرة والدبس الفلفل قليتهم مزبوط، وراح ضيفهم على الملوخية والدجاج. ويا عين على الريحة غير شكل. أكيد بدها لايك، لا تنسوا القناة من لايك واشتراك، دعموني لو سمحتوا.
بهذا الشكل بتكون وصفتي لليوم خلصت. أكيد لا تنسوا القناة من لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس للأشخاص اللي لسه ما اشتركوا عندي بالقناة. بتمنى وصفتي تكون عجبتكم، بتمنى طريقة الملوخية على الطريقة السورية تكون كمان عجبتكم.